وسهلا بيكم في برنامج ما وراء التفكير الإيجابي. البرنامج ده الهدف منه إن أنت لازم تبقى عارف إن كل فكرة بتيجي في دماغك هي فكرتك أنت، بتاعتك أنت. هي القوة الداخلية اللي جواك اللي رب العالمين عايز يستخدمك من خلالها. فأي فكرة بتجيلك هي بتبقى عبارة عن وهم في عقلك. الوهم ده طالما جالك معناه إن ربنا عايز يستخدمك من خلاله. دور حضرتك الفكرة دي ما تسيبهاش تعدي هباء كده. لا، ده أنا لازم أخدها واكتبها على ورق. لما انا بكتبها على ورق كأني امتلكت الفكرة دي، وكأني بقول للكون ان الفكرة دي بتاعتي طالما عدت على عقلي. ويا سلام لو فكرة إيجابية، اكتب الفكرة دي، وأول ما تكتبها كأنك انت قلت انا امتلكتها. فبعد كده هتلاقي نفسك الفكرة دي بتجيب مشاعر شبهها، والمشاعر دي هتخليك تقول كلام شبهها، والكلام ده هيخليك تعمل سلوك وفعل شبهها. يبقى انت الفكرة كانت عبارة عن وهم في دماغك، أصبحت لما أنت كتبتها على الواقع دخلتها في حيز التنفيذ. فلما أنت دخلتها في حيز التنفيذ جالك الإلهامات اللي تساعدك وتدعمك على تحقيق هذه الفكرة. فأصبحت نتائج بتحصلها أو فرص بالنسبة لك. هديك مثال. ساعات كتير بيجيلك أفكار في دماغك، والأفكار دي لما بتجيلك بتقول والله فكرة كويسة، بس أنا هخليها الأسبوع الجاي بعملها، أو السنة الجاية، أو لما أخلص كذا هبقى أعملها، أو لما يبقى معايا فلوس هعملها، أو لما الظروف تتحسن هعملها. وما كتبتهاش ولا امتلكتها. الفكرة دي طالما جت في عقلك مش معناها جت عندك بس، ده هي عدت عليك. لو انت خدتها وطبقتها وكتبتها على أرض الواقع امتلكتها. لو انت سبتها تمشي وقلت الأسبوع الجاي اللي بعده اللي وراه السنة الجاية اللي مش عارفة ايه، ايه اللي بيحصل هنا؟ حد تاني بتعدي عليه نفس الفكرة اللي جات لك. وانت اصل الفكرة طالما جات لك عند حضرتك او عند غيرك، هي ربنا أذلها تتجسد في الواقع من خلالك من خلال غيرك، لكن هي عدت عليك. انت شفتها وطنشتها، ما اهتمتش بيها، اصبحت مش بتاعتك. غيرك عدت عليه بسرعه لقطها، وجي رايح حاططها في حيز التنفيذ. فلما حطها في حيز التنفيذ اصبح يمتلكها. اصبح هو صاحب الفكره اللي ما حدش عملها قبل منه. اصبح هو هنا رائد الاعمال، يعني الفكره دي بقت بتاعته. هنا يحصل ايه؟ حضرتك تعدي من الشارع ده تلاقي الفكرة اللي كانت عندك من أسبوعين أو ثلاثة متجسدة في الواقع. محل كنت نفسك تعمله، مشروع معين كنت عايز تعمله، طريقة في البيت بتاعك ديزاين معين، طريقة ديكورات معينة. المهم الفكرة لما جات لك قلت هعملها بس أجلتها وما حطيتهاش في حيز التنفيذ. وانت ماشي لقيت الفكرة دي اتجسدت. فرح بطريقة معينة، تشطيب شقة بطريقة معينة. المهم ان اي حاجة انت فكرت فيها لما جات لك وانت ما اهتمتش بيها بعدها بشوية لقيت الناس نفذتها. ده بالظبط اللي بيحصل في كل حاجة في حياتنا. بتعدي علينا أفكار كتير جدا، والفكرة طالما عدت عليك يبقى هي كانت بتاعتك وانت اللي اتنازلت عنها، وانت اللي بصيت لها بنظرة التشتت أو المماطلة أو التسويف، أو إنك خايف تدخل في الواقع أو تحط نفسك في الفعل. عشان كده حاجات كتير جدا بتجيلنا فرص كتير وتعدي ونعيش في دور الضحية ونقول الظروف، في حين ان الفكرة كانت جايلك عشان تغير لك الظروف. لو انت عايز حياتك تتغير، غير افكارك هتتغير اقدارك. غير الصورة الذهنية بتاعتك ونظرتك للظروف، هتتغير النتائج بتاعتك. لان الفكر بتاعك هو طريقة عمل العقل، او ان العقل بتاعك في حالة عمل. ومعنى ان العقل بتاعك في حالة عمل هو بيولد افكار. فالافكار دي لو ايجابيه هتخلي حياتك ايجابيه، لو سلبيه هتخلي حياتك سلبيه. عشان تتعلم مهارات كتير وازاي تتعامل مع الافكار والفكر، وازاي تتعامل مع الاسباب والنتائج، وتعرف ان الفكر هو الاسباب والنتائج هي الافكار بتاعتك، لازم تتعلم معانا وتحجز معانا في كورس ما وراء التفكير الايجابي. تحياتي نعم عبد الله، مستشار الصحه النفسيه والتنميه الذاتيه.